شكرا لك زميلي رجال الله لجانب الامير نواف بن سعد نائب رئيس مجلس اداره نادي الهلال. نشكر لك سمو الامير تواجدك معنا. سمو الامير، اسالك اولا عن هذه البطوله، النظر لها على انها بطوله مستقله او أن هناك امور تخص رد الاعتبار تحديدا مع نادي النصر؟ نعم حققتم بطوله الدوري ولكن لا يحضر الانتصار مع نادي النصر. لا والله انا ما يعني انا اعتقد الشعور اللي موجود عندي وعند الجميع انه ما هي مساله رد اعتبار او كاننا في معركه ومن انتصر. مباراة النصر اللي في الدوري الثنتين ما أثرت على سير الفريق في الدوري، والدليل أنه أحرز الدوري قبل نهايته ب3 جولات. هي دوري وتجميع نقاط، مباريات ديربي لا تخضع لأي مقاييس. اليوم مباراة خروج مغلوب، الحسابات مختلفة تماما. لكن برأيك سمو الأمير في تصور عن النصر أنه النصر استطاع أن ينتصر في الدوري، أيضا ربما اليوم تكون له الأولوية في الانتصار إذا ما نظرنا أنه في الدوري استطاع أن يقاوم الهلال وينتصر الهلال ويتعادل معه مرة أخرى. طبعا مسألة اليوم طبعا إما خسارة أو فوز، ما فيها شيء آخر، ما في شيء ثالث. الهلال خليني يعني أكون أدق، الهلال والنصر دائما أنا أقولها وله كلام مجاملة، وله حتى من قبل أكون في مجلس إدارة الهلال أو باستمرار هي 50-50، يعني ما لها دخل المعطيات اللي قبل أي مباراة، مستويات الفريقين، النجوم اللي في الفريقين، مين مصاب مين مو مصاب. ولنا في التاريخ أمثلة كثيرة، يعني في أحيانا كان الهلال يمكن مستوياته ما كانت طيبة قبل مباراة النصر وينتصر، والعكس صحيح. فما تخضع لأي شيء، عوامل كثيرة. أنا أعتقد اللي حيكون واثق من نفسه في بداية المباراة كلاعبين سواء الهلال أو النصر حيسيطر على المباراة. في النهاية سمو الأمير لها تحضير خاص مثل النوع من المباريات تحديدا، أو خصوصا جماهير لم تكن راضية على مستوى الهلال أمام الفيصلي، ما أدري تتفق مع ما ذهبت إليه الجماهير؟ لا، مباراة الفيصل تختلف كليا عن مباريات هلال ونصر أو هلال واتحاد أو هلال وشباب. فريق الفيصلي فريق محترم جدا، لكن لعب بالإمكانيات المتاحة له، قفل منطقته كويس. كان في صعوبة للوصول إلى يعني أتوقع لو أحرز الهلال مثلا هدف بالدقيقة 10 أو 15 من الشوط الأول بالتأكيد حتتغير سير المباراة تماما، يعني ما حيفضل مقفل الفيصلي. الفيصلي مباراته تختلف تماما، ولاحظ كمان انها جت بعد مباراة بعد تتويج الهلال ببطولة الدوري. دائما المباريات اللي تأتي بعد بطولات تكون منخفضة المستوى من جانب اللي حقق البطولة، ولو انه انا ترى اختلف كثير. انا يمكن شفت المباراة مرتين او 3 بعدها، الهلال ما كان سيء، لكن ظروف المباراة أجبرت أن المباراة بطبيعتها ما تكون مباراة ممتعة. من خلال معطيات هذه البطولة سمو الأمير نستطيع أن نقارنها، لا أقول في مدى الأهمية، ولكن من خلال ما نجده من طرح فني لسيد إيريك جيرتس كاس ولي العهد، هل هي بذات الأهمية التي حقق فيها الهلال بطولة الدوري، أم أن هناك درجات من خلال بحث الهلال عن البطولات؟ أتحدث من خلال ما نشاهد من أسماء وغيابات وتغييرات. خلينا ناخذ المسألة بتفصيل. كاس الكؤوس دائما أهم ما فيها وأكثر واحد يتشرف بالكؤوس أنه حتلعب أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين في كأس الأبطال، وحتلعب أمام سيدي سمو ولي العهد في كأس سمو سيدي ولي العهد. هذا شرف لا يضاهيه شرف يعني، ولكن لا تأخذها من النواحي الفنية. بطولة الدوري في العالم كله هي البطولة الأقوى من النواحي الفنية لأنها نفس طويل، لكن الشرف الأكبر الحقيقة والبطولة الأغلى والأكبر بغض النظر عن أي أمور مالية أو خلافه هي بطولة كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، يليها كأس سيدي سمو ولي العهد بالتأكيد. سمو الأمير، هل نقول أن قلت في برنامج الجولة أن غياب محمد الدعيع فنيا اليوم لا يزال الأمر مرتبط أيضا بالأمور الفنية، طالما أن إيريك جيرتس في قناعات من خلال أحاديث الإعلاميين أن هناك في أوروبا يكون التغيير من خلال الكاس، إذا لماذا لا تكون الفرصة أيضا داخل أرضية الميدان؟ أتكلم عن عيسى المحياني، أحمد الصويلح مثلا. لا عاد يعني هو التغيير الجذري. شوف، حارس المرمى من الصعوبة أنك تغيره في كل مباراة. اللعيبة هذول كلهم معظمهم يمكن الوحيد ترى اللي لعب في الدوري كامل، وهذا مو بس في الهلال، كل الفرق هو لاعب الكوري الجنوبي لي، هذا هو الوحيد اللي لعب مباريات الدوري كاملة بدون نقص أي دقيقة. اللاعبين الباقيين هذول كلهم يتغيرون لظروف إصابات، يتغيرون لظروف خلال المباراة، يعني الجميع تقريبا أخذ فرصته. حراس المرمى من الصعوبة يأخذون فرصتهم، ولذلك أعطاه بطولة كأس سمو ولي العهد. وثقتنا بحسن لا تقل بأي حال من الأحوال عن ثقتنا بمحمد. محمد أحد أعمدة الفريق تاريخيا في نادي الهلال. محمد الدعيع يعد من أهم حراس آسيا. محمد الدعيع يعني الحقيقة اللي سواه للهلال
يعد على الأصابع مع كم لاعب، حارس كبير، حارس مهم جدا، ولكن أي أحد بفريقك يجب أن تثق فيه أيضا. إذا سمو الأمير تحدثت عن محمد ديع، كل هذه المعطيات الجمهور الهلالي الذي يثق في محمد ديع كثيرا تساءل، كل هذه المعطيات لا تضع محمد ديع لاعبا أساسي في مثل هذا؟ لا بالعكس، أنا أقول لك محمد حتى يعني أنا أوريك ثقة محمد بنفسه يعني، وهذه معلومة أنا أقولها الآن عبر الجولة، عبر الاستوديو التحليلي. الاستوديو التحليلي أنا آسف، لكن كلكم واحد. لكن أنا أقول إنه محمد الدعيع المدرب احتراما لتاريخه أيضا ما خلاه حارس احتياط في مباراة الفيصل، وسأله اليومين اللي فاتت قال بحال عدم إشراكك أنا أحترم اسمك وأحترم تاريخك، وأنت اللي تقرر أيضا إذا كانك ترغب. قال لا بالعكس، أنا تحت الأمر وحاضر إني أكون سواء احتياط سواء برا 18 سواء أساسي. هذه ثقة محمد بنفسه، ثقتنا وثقة الجهاز الفني وثقة الجمهور بحسن العتيبي أيضا كبيرة. أخيرا سمو الأمير، بالنظر إلى هذه المباراة أهميتها كونها مباراة النصر ودور الثمانية، يوجد محفز أن دور الأربعة مع خالص الاحترام للأنصار ونجران أقل مستوى من الهلال والنصر، أيضا محفز أن تلعب في الرياض، هذه وضعتم في الاعتبار؟ هل نقول أنكم فكرتم فيها كهلاليين؟ مباريات الكؤوس ومباريات خروج المغلوب ولا تخضع لاي شيء صدقني عبد الرحمن. من كان يتوقع انه نجران يطلع الاتحاد من كاس سمو ولي العهد؟ حنحسب حساب سواء اذا ان شاء الله اكرمنا وفزنا اليوم، حنعمل حساب الانصار ونجران زي ما نعمل حساب اي فريق كبير. تخشى على الهلال من شيء اليوم؟ لا والله اخشى على الهلال من الهلال فقط. شكرا.